السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا زينة رمضان يعني عم شكشك، يعني بوجي وطمطم، يعني بكار، يعني كل الحاجات الجميلة كانت أيامنا وأيام ولادنا حاليا، وكانت أيام أصدقائنا، وكانت أيام جميلة جميلة جميلة. كنا نحب نتفرج عليها يا حبايب قلبي. كنا نستنى فعلا المسلسلات والفوازير والبرامج الجميلة دي. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. والفنانيس هي قدامك بقى وشوفي، يعني فعلا احنا جبنا زينة كتير كانت عندنا موجودة وزودنا زي ما بقولك. احنا هو بسم الله ما شاء الله عندنا بقى كذا شخصية كده وكذا كذا اسمه بقى بيسموه ايه بقى، كذا تعليقة كده جميلة. وفي حاجات عملناها للشقة. عندي هنا برضو راجل بتاع عرق سوس كده تمام، دي علقة المفاتيح تتحط في قلب الشقة. وفي أفكار برضو جديدة أوي، حلوة أوي أوي يا جماعة، وحاجات جديدة بأمانة لرمضان. عندي هنا للتلاجة برضو أشكال حلوة أوي أوي زي ما انتي شايفة. عندي هنا طمطم، عندي بوجي وطمطم، عندي فنانيس، عندي الهلال. أشكال جميلة جميلة، تجديد كده وروح حلوة أوي أوي في البيت. احنا خلصنا تنظيف الشقة وخلصنا كل حاجتنا. هنا برضو بوجي وطمطم صراحة في منتهى منتهى الجمال. كفاية يا جماعة، مش الحاجة بغلوها أو رخصها، لأ، الحاجة بفرحتها. ده كان عندي من السنة اللي فاتت برضو، كنت محافظة عليه، حطيته في قلب الكيس وعينته عندي في المكان. فشوفي ادين هو طلعته جديد نوفي، تحلف ان لسه جاي. تمام. وفي برضو زينة للشارع جبناها وللبلكونة والقدام الشقة. لازم نفرح جيراننا وحبايبنا واخواتنا واهلنا بالحاجات الجميلة دي، حتى لو بسيطة يا جماعة، بس اسمها فرحة. وكفاية ان احنا بنتلم كده كلنا عشان نفرح بيوتنا ونفرح قلبنا وندخل على قلوبنا الفرحة. رجاء لو انت معايا لحد دلوقتي حطي ايه يا ست الكل لايك فضلا وليس امر. ده الفانوس بتاعي، انا كل سنة بجدده، بقوم حاطاله حاجات جديدة. بس انا لقيت الفانوس عشان بحافظ عليه من السنة للسنة زي ما انت شايفة هنا. كان في كام ورقة كده لزقتهم كده وخليته تمام التمام ومفيش بعد كده. وهتشوفي دلوقتي معلقينه في البلكونة. وهتشوفي بقى الزينة دي كلها كده متعلقة يا حبيبتي، على قدر الامكان هوريكي بعض منه كده اهو. الاشكال الجميله دي واللطيفه قوي قوي يا جماعه. الولاد ولمتهم وفرحتهم بزينه رمضان ومفيش بعد كده صراحه. برضك عندي هنا برضك ده شكل جديد انا كنت جايباه اهو. هلال وجواه القران، كتاب مفتوح كده زي القران الكريم. هو ما فيهوش اي قران ايات قرانيه ولا حاجه، عشان ما حدش يقول لي كلمه كده ولا كده. زي ما انت شايف هنا، حطيه على ترابيزة، على اي جزء في الصالة عندك، فرحي برضك بيتك واولادك. بيبقى شكله جميل قوي قوي يا جماعة، تحفة صراحة. هوريكي برضك في البلكونة عملنا ايه. انا حطيت الفانوس بتاعه بعد ما ظبطته بقى ومسحته كده واديته مسحة محترمة. هنا بقى الزينة اللي احنا علقناها في وسط البيت عندنا مع سلايفي حبايبي وولاد سلايفي، ربنا يبارك في عمرهم يا رب، وسع أرزاقنا وأرزاقهم وأرزاق المسلمين اللهم آمين. والشارع برضو خدناه من أوله لآخره كده زي ما انت شايفة. بسم الله ما شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.